فنانة عزة لبيب منورانا دايما ومتألقة، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم. كلمينا بقى عن حضورك في الفعاليات النهارده والله انا مبسوطه جدا ان انا يعني بجد يعني اتشرفت ان هم يعني خلوا لي الدعوه ان انا اجي. اولا طبعا ان هو الدوره الاولى، فطبعا لازم كلنا نقف معاها في الدوره الاولى بالذات، عشان الدوره الاولى لما بتنجح فتبقى في دورات احسن واحسن واحسن واحسن. وطبعا يعني كفنانين مصريين لازم طبعا نشارك اخواننا الليبيين فيها طبعا يعني بكل جوارحنا زي ما بيقولوا. يعني لما دعوني طبعا قلت لهم لا طبعا من غير اي حاجه هاجي طبعا ومشاركه، ولو عايزين بشارك في اي حاجه انا يعني معاكم يعني. مصر دايما حضاره الفن بتحتضن كل الفنانين العرب والسينما العربيه، ودايما مصر بتكون المنبع وحجر الزاويه في الفن العربي. فتقولي ايه بمناسبه الحدث ده النهارده رساله لكل الفنانين العرب وكل الدول العربيه اللي حابه تحضر في مصر وتعمل فن؟ لا طبعا يعني هي من غير ما انا ادعوهم هم عارفين طبعا ان مصر بتحتضنهم. يعني اي حد بيجي مصر بتنور بيه، وان هي بتقف معاه، يعني بتقف معاه وبتساعده بتدفعه للامام. فهم طبعا هم عارفين ان احنا يعني فاتحين لهم ايدينا ونقول لهم اهلا وسهلا بكم في مصر في اي وقت. عزة لبيب جمهورك بيسأل اين انت؟ انا كنت شغاله في رمضان ده، لا رمضان اللي قبليه كنت عندي مكتوب عليا بتاعت اكرم حسني، دور كوميدي، وكان يعني عاجب الناس قوي الحمد لله. وقبل رمضان كنت عامله مسلسل اسمه حرب الجبالي، ان شاء الله ينزل بعد يعني خلاص هينزل ان شاء الله. ده 50 حلقه، مسلسل كبير، ان شاء الله يعجبكم يعني. يعني بص هو في مجموعه، يعني اولا سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، احمد رزق، نسرين امام، انتصار، هبه مجدي، ريم احمد، يعني في ناس، اشرف عبد الغفور، استاذ اشرف طبعا، مفيد عاشور. يعني بجد في كميه، انا معلش سوري ان انا يمكن نسيت حد فاعذروني. ودي بدايه عوده للشاشه سواء السينما او التلفزيون من جديد ان شاء الله باذن الله. حاجه ان شاء الله بتحضري لها؟ ان شاء الله أنا يعني احتمال يبقى عندي مسرح ان شاء الله قريب، بس لسه بقى يعني بنشوف النص بشكله ايه ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك، متشكره جدا.